السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معاكم النهاردة مشكلة جديدة جايالي. السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 23 سنة. يمكن أكتر كلمة بتلخص حياتي دلوقتي هي الحيرة. أنا مخطوبة لشاب أنا بجد بحبه، وهو كمان بيحبني بطريقة عمري ما حسيت بيها قبل كده. من أول ما اتعرفنا وأنا لقيت فيه كل اللي كنت بدور عليه: الطيبة، الاحترام، وإنه بيسمعني وأنا بتكلم حتى في تفاهات يومي، ويفكر إزاي يفرحني. كنت دايما بقول الحمد لله لقيت نص التاني. لكن من يوم ما جيت البيت وخطبني حسيت إن السعادة دي اتشقت نصين. أهلي من أول لحظة مرتاحوش ليه، مش عشان هو وحش أو أخلاقه مش كويسة، لأ، كل الموضوع إنهم شايفينه أقل مننا ماديا. بابا من أول مقابلة قال لي: يا بنتي أنت متسرعة، أنت تستاهلي واحد أحسن. وماما من بعدها كل يوم تعلق: هو ما عندوش زينا، أنت هتعيشي معاه في دي، هتلبسي إيه، هتتفسحي فين. أنا من ساعتها بقيت في صراع، من ناحية قلبي بيقول لي تمسكي بيه، ومن ناحية تانية عقلي مش قادر يتجاهل زعل أهلي وضغطهم. كل يوم في البيت ما بقاش يعدي من غير خناق. مرة ماما تفتح معايا موضوع الشبكة وتقول: شوفي ده جابلك ايه، ده قليل قوي، مع اني انا فرحانة بيها ومش فارق معايا قيمتها. مرة تانية بابا يرجع من الشغل متضايق يلمح لي: انا مش هسمحلك تضيعي نفسك. بقيت احس اني محاصرة، حتى قعدة العيلة بقت تقيلة على قلبي. على الناحية التانية خطيبي بيحاول بكل جهده يثبت نفسه، بيشتغل شغلين عشان يوفر. كل يوم يكلمني يقولي: استحملي معايا، انا بعمل كل اللي اقدر عليه، بس ساعات بحس اني شايلة ذنب ان اهلي مش عايزينه. ببص في عينيه الاقي خوفه انه يخسرني بسببهم. في مرة جه البيت عشان يقعد مع بابا، حاول يتكلم عن مستقبله وخططه، كان بيشرح انه ناوي يفتح مشروع صغير، لكن بابا كان بيرد بكلمة وبيسكت، وأنا قاعدة شايفة عرقه نازل من توتره وقلبي بيتقبض. لما خرج ومشي بابا بصلي وقال: بصراحة أنا مش شايف فيه اللي تستاهليه. الجملة دي قسمتني نصين. حتى القرايب دخلوا في الموضوع. خالتي مثلا قالت لي مرة: هو كويس بس بكرة هتندمي، الفلوس بتفرق. وصاحبتي المقربة بتقول لي: اوعي تسيبيه، الحب ده مش بيتعوض. بقيت في نص كلامهم زي الغرقانة اللي مش لاقية حد ينقذها. في الليل بقفل باب اوضتي عليا واقعد اعيط، بكتب في ورقة واقطعها: اختار قلبي ولا اختار اهلي، مش عايزة اخسر اي طرف. بفتكر يوم خطوبتي كنت واقفة لابسة فستاني ومبسوطة بيه، لكن في نفس الوقت شايفة وشوش اهلي متعصبين. ومن يومها وانا عايشة في صراع. الفرح قرب الفرح قرب، وكل ما يعدي يوم الضغط بيزيد. صحابي بيخططوا معايا للفساتين والكوافير، وانا من جوايا مش عارفة هل فعلا هقف على الكوشة مبسوطة ولا هقف مكسورة وانا شايلة زعل اهلي. انا تعبت يا عبد الرحمن، نفسي حد يقول لي انا صح ولا غلط. السؤال اللي بيطاردني طول الوقت: هل اتمسك بخطيبي واخسر رضا اهلي، ولا اسمع كلامهم واسيب الشخص اللي شايفة حياتي معاه؟ هي الصراحة الوضع اللي انت فيه يعني صعب شوية. بس انا عايز اقولك ان احيانا، هو مش احيانا، في الغالب يعني اهلنا بيبقى ليهم نظرة مختلفة عن نظرتنا. يعني احنا كشباب او انتوا كبنات، الاب والام بيشوفوا الناس بنظرة مختلفة، وخصوصا العرسان، لان الاب والام بيبقوا عندهم خلفيات وعندهم خبرات، ناس يعني شافوا الدنيا وشافوا الحياة، فبيبقى بيعرفوا يحكموا على الناس. انا عايز اقولك، انا عارف ان الحيرة صعبة والوضع اللي انت فيه صعب. بس انا عايز اقولك ان هو بغض النظر عن الوضع المادي لو هو شخص طموح فيعني مش مشكلة قوي، طالما هو يعني معقول شوية وميسور. هو مش زي وضعه كنتوا المادي، بس على الأقل يعني ميسور. حكاية الوضع المادي دي اركنيها على جنب دلوقتي.
بتكلم في حكاية انك تخسري اهلك. لا طبعا، ما ينفعش تخسري اهلك. لان انا هقول لك دلوقتي، لو انت مثلا بعت الدنيا كلها واشتريتي خطيبك اللي انت بتحبيه، لو في يوم من الايام زعلك او اتخانق معاكي او مد ايده عليكي، مين ساعتها اللي هيقف معاكي غير اهلك واخواتك ومامتك وباباكي؟ فما ينفعش تبيعي الغالي عشان الرخيص. وانا الكلمة دي انا مش بقولها، انا بتكلم على ان اكيد الاهل مفيش اغلى منهم. هو لو كشخص لما اللي يبقى غالي عندك هيغلى بمواقفه وبعشرته معاكي مع العمر، لكن انت لسه عارفاه، يعني لسه عارفاه، ما كملتوش. مهما كان انت ليكي فترة قد ايه عارفاه وانتوا عارفين بعض وكلام من ده، بس مش هيبقى اغلى من اهلك. فلذلك انا هقولك اوعي تبيعي الغالي عشان الرخيص، اوعي تبيعي اهلك عشان خطيبك، هتخسري الدنيا كلها. فانا بحذرك من النقطة دي. انا اللي بتكلم فيه ان انت ممكن عادي، ممكن مثلا تحاولي مع اهلك تقنعيهم، لكن اوعي تعملي حاجة ضد اهلك فتخسري اهلك. انا اللي بتكلم فيه ان للاسف الشديد انت ان دلوقتي يعني مش شايفة، يعني مراية الحب حتى بيقولوا ايه، مراية الحب عامية. انت دلوقتي مش شايفة كل حاجة على حقيقتها، لان انت دلوقتي بتحبي فمش هتشوفي زي ما هم شايفين. اكتر ناس شايفين واكتر ناس شايفين الصورة بوضوح هم اهلك، لكن انت مستحيل تشوفي الصورة بوضوح لان انت بتحبيه ومراية الحب عامية. فانا هقولك اوعي في يوم من الايام تخسري اهلك، لانك لو خسرتي اهلك هتبقي كأنك خسرتي الدنيا كلها. اوعي في يوم من الايام تخسري اهلك، خلي بالك من اهلك. وغير كده للاسف الشديد البنت والابن، البنت والولد بعد الاهل ملهمش قيمة في الحياة. احنا كشباب وانتوا كبنات بعد امنا وابونا واهلنا ملناش قيمة في الحياة، ملناش لازمة في الحياة. الابن او الابنة بعد الاهل ملهمش اي قيمة في الحياة. والكلام ده انت هتعرفيه بكرة وبعده، هتعرفيه بكرة وبعده. فاوعي تخسري اهلك. انت بتقولي لي دلوقتي ايه، تتمسكي بيه ولا تخسري رضا اهلك؟ لا طبعا، ما تخسريش رضا اهلك. عمرك في يوم من الايام ما تفكري تخسري رضا اهلك. وفي نفس الوقت يعني لو هو فعلا شخص كويس وكلام من ده، يعني ممكن تقنعي اهلك، لكن ما تعمليش حاجة لدرجة ان اهلك في يوم من الايام يقطعوكي، لان ده اكبر غلط هتبقي عملتيه. وبالنسبة لانك تسيب الشخص اللي شايفه حياتك معاه، انتي والله دي يعني اولا الشخص ساعة ما بيتقدم بيبقى حاجة، بعد الجواز بتبقى حاجة مختلفة، الا القليل، الا القليل. لكن في شباب يعني صراحة ما شاء الله تبارك الله ونعم التمثيل، بيعرف يمثل كويس جدا، بيخلي البنت تتعلق بيه وتحبه، وللأسف الشديد بعد الجواز بتلاقيه حاجة تانية خالص. فانا بقولك اوعي في يوم من الايام تخسري اهلك، لا طبعا. وحاولي لو انت متمسكه بالشخص تقنعي اهلك، لكن اوعي في يوم من الايام تعملي حاجه وتخليكي تخسري اهلك. مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تخسري اهلك. اوعي في يوم من الايام تقللي من اهلك، لان لو قللتي من اهلك انت هتنزلي اصلا في نظره وعمرك ما هتبقي غاليه عنده للاسف الشديد. لما انت هتقللي من اهلك هو مش هيحترمك ولا هيحترم اهلك. واللي ما يحترمش اهلك وما يحترمكيش في يوم من الايام ده شخص مش هينفع تكملي معاه. فاحنا من بدايتها اهو بقول لك اوعي في يوم من الايام تصغري من اهلك او تقللي من اهلك قدامه، واوعي في يوم من الايام تخسري اهلك او تزعلي اهلك. بس انت حاولي يعني لو هتعملي حاجة برضا الجميع. بس اللي انا بقوله لك ان الاهل بيبقوا اكتر ناس شايفين الحقيقة، لان هم اكتر ناس عارفين. وانا طبعا مستني اراء المتابعين في التعليقات،
وإن شاء الله أكون أفدتك، ونشوفكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.